تعالوا معايا واحنا بنحضر فطار رايق لأمهات حابة تفصل شوية وولادها في المدرسة. فرشت السفرة بتاعتي ونسقت الأطباق حسب الأصناف اللي هعملها وجهزت كورنر المشروبات، ودخلت على المطبخ طلعت عجينة المناقيش من التلاجة عشان تخمر وترجع لدرجة حرارة الغرفة. على طول بدأت في قالب الكيك عشان يبرد وأعرف أزينه. رحت حاطة بقى الحمص في الكبة بتاعتي مع الطحينة، مكعبات التلج والثوم، زيت الزيتون، عصير الليمون، وكمان الملح والكمون، وضربت كل ده على سرعة عالية لحد ما وصلت للقوام الناعم ده. زينته بقى في الطبق بتاعي بالحمص والسماق وزيت الزيتون. كل المقادير بتاعت الوصفات هكتبها لكم تحت الفيديو. بما انهم مش مصريين فحبيت ادوقهم طبق الفول الاسكندراني بتاعنا. شوحت البصل، بعدين الثوم، الفلفل الحراق احمر واخضر، مكعبات الطماطم، وبعدين نزلت بالفول وهرسته كده بالهراسة شوية، وظبطت الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون. وفي طبق التقديم هنحط شوية طحينة على الوش، بصل مكعبات، طماطم، بقدونس، زيت زيتون. وكمان عملت لهم تسبيكة الطماطم اللي بنعملها في كل وقت، فطار غدا عشاء، بس لازم تختاروا طماطم حمرا يعني طماطم مستوية عشان تطلع لونها حلو. وما تنسوش تحطوا لها شوية فلفل حراق صغيرين عشان حلاوتها مشطشطة. مكتوبة تفاصيلها تحت الفيديو. قالب الكيك لما برد زينته بقى بالشوكولاتة وشرايح اللوز عشان ده هناكله بعد الفطار مع القهوة. وبدأت في المناقيش علشان تفضل سخنة لميعاد الفطار، وخبزتها على طول موجودة لوحدها في فيديو على الصفحة ارجعوله. وهنا دي السلطة اللي اتعملت في وقتها، جت كده في لحظتها، كانت مكوناتها موجودة في التلاجة فجهزتها على طول. وده كان شكل سفرتي. اكتبولي بقى في الكومنت انتوا كأمهات لما بتحبوا تفصلوا بتحبوا تفطروا في البيت فطار رايق، ولا تطلعوا تفطروا بره كده فطار على الجاهز وتشربوا قهوتكم وبس كده.